السلام عليكم، اهلا بكم في قناتكم كرة في دقيقة. معاكم احمد بكر. هتكلم معاكم على كذا حاجة، بس في البداية حابب اشكر الناس اللي بتدعمني بلايك وكومنت علشان الفيديو ينتشر. اتمنى اخواتي الزملكاوية يقفوا جنبي ويدعموني. النهاردة هتكلم على كذا حاجة. اول حاجة منها الاتوبيسات بتاعت الزمالك وحافلات الاهلي. كان مرتضى منصور بيطلع اتوبيسات للنادي للجمهور يوديه الماتشات. الناس كلها عمالة تقول دي تكلفة على النادي والاتوبيسات دي ملهاش لازمة، وجمهور الاهلي يقول اللي بتروحوا النادي علشان بتركبوا اتوبيسات عشان كده انتوا اكتر مننا، اللي بتاكلوا وجبات يا بتوع اللانشون. اديكوا دلوقتي الاتوبيسات بقت حافلات، بقى الكابتن بيبو العظيم هيطلع حافلات تنقل اللعيبة لماتش، تنقل الجمهور لماتش المصري في اسكندرية. والعيال يا عيني الاهلاويه في الكومنتات عمالين يقولوا يا جماعه لو في وجبات في الطريق يا ريت تاكلوها وما تتصوروش. فحاجه يعني اخر كوميديا، وحاجه اخر يعني فعلا زي ما الناس قالوا ان مرتضى منصور بيرسم الطريق والخطيب بيمشي عليه على رأي محمد رمضان. يعني منين انتوا بتقولوا انتوا بتروحوا؟ يعني طيب انتوا كانت حجتكم ان انتوا ما بتروحوش علشان ما فيش اتوبيسات وجمهور الزمالك كان اكتر منكم، مع ان على حسب كلام الاهلاويه ان جمهور الاهلي مالي اسكندريه وانهم يقدروا يملوا برجين زي استاد العرب من غير اتوبيسات ومن غير حافلات ومن غير سندوتشات ومن غير مش عارف ايه. ادينا هنشوف لما البساطه اتوفرت وكده. بعد كده لا تعيرني ولا عايرك، الهم طايلني وطايلك. انا بتعلنش ان انت بتاع بسطرمه والعكس صحيح. دي حاجه. ثانيا، أزمة فتوح وعبد الله جمعة انتهت خلاص. آخر مؤتمر صحفي أو آخر فيديو عمله المستشار مرتضى منصور نزل فيه فيديوهات مع فتوح كان موجود. قال عمه كلمني والاتنين اعتذروا لي، وكان في سوء فهم حد من الإدارة أو واحد إداري هو اللي بلغني بالقصة اللي أنا قلتها على اللعيب دي. هو لعيب ما عندوش اي مشكلة وده ولد محترم وده احسن لعيب في افريقيا او احسن باك ليفت في افريقيا، وما تمش ايقافه والموضوع اتحل تماما، وكلها كام يوم بيتعمل له برنامج تأهيلي ويرجع يشارك في التدريبات الجماعية ويشارك في الماتشات عادي، ما فيش ايقاف ما فيش اي مشكلة. فتوح زملكاوي ينزل حاجات على الانستجرام بيقول ان انا اعمل اي حاجة عشان نادي الزمالك وان هو مبسوط، يعني ان المشكلة او الازمة اتحلت. وبكده عبد الله جمعة وفتوح رجعوا الفريق بشكل طبيعي. يطلع لنا الكابتن شوبير كالعادة بيحط مناخيره في أي حاجة، يقولك طب واللعيبة مين يرد لهم كرامتهم؟ طبعا أنت بتعرض نفسك للمستشار مرتضى منصور يقولك هو مين اللي هيرد اللعيبة كرامتهم، وكلنا عارفين الرد هو مين. يعني كلنا عارفين هو مين اللي هيرد لهم كرامتهم. يعني دي حاجة مالكش دخل فيها، دي إدارة نادي ولعيبة في النادي متضايق، اللعيبة متضايقة هتمشي. يعني دي حاجة مالكش، يعني ياريت تبعد عن الزمالك وتخليك في فرقتك اللي هي فيوتشر دلوقتي، والأهلي طبعا اللي انت على طول بتطبله. أما واحد من التصريحات المنتشرة مرتضى منصور قالك احنا سرحنا فريق السلة للسيدات بعد الخسارة وخليهم يروحوا يطبخوا أو يتجوزوا. طبعا ده مكان كل سيدة فاضلة، المطبخ معروف، يعني تطبخ أو تتجوز وتحلنا من الكورة. بيختاروا 60-6 في الشوط الأول وحاجة آخر حزن، يعني فخير ما عملت يا سيادة المستشار. دي كانت معظم أخبارنا النهاردة أو معظم طبعا مدحت شلبي قالك أنا مش عارف ليه كل سنة انتوا بتتخانقوا. شوفوا مروان محسن كان جاب كام وما عملش أي حاجة. شوفوا راح للنادي سيراميكا بالمتر أو حاجة زي كده. قالك في لعيبة كتير في الأندية الصغيرة كل موسم بيتخانق عليها الأهلي والزمالك وبتتجاب ب70 مليون وب80 مليون وب50 مليون وفي الآخر بتمشي ب130 ألف. قالك شوفوا حسام حسن اللي فرج عامر باعه للخطيب ب40 مليون ومشاه ب130 ألف. قالك من وجهة نظري التي لا قيمة لها على الإطلاق إن أي لعيب في مصر يسوى 2 مليون جنيه ما عدا شيكابالا لأنه في حتة تانية، وأنا بأيد الكابتن مدحت. والدليل ان الزمالك كسب الدوري بلعيبه اساسا ما نعرفهاش، لعيبه ناشئين. كل الموضوع ان تكتيك او خطه كويسه مع فيريرا، لعيبه عايزه تثبت نفسها، نفس اللي حصل مع المغرب في كاس العالم. لعيبه عايزه تثبت نفسها صغيره في السن ملتزمه يعني بالحته الخططيه. كسروا الدنيا وكسبوا العالم كله يعني، ولولا سوء التوفيق كانوا ممكن يوصلوا لمرحله احسن من كده. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.